الزمالك هيغيب عنه فريق كامل في لقاء القمة. الترويج بقى لحدوتة تانية تهمدك انت وتسهل لك المباراة. وبعدين لما تسمع الاسماء اللي غايبة مفهومش حد من اللي كان بيلعب الا عمر جابر. نفسي تطلع الزمالك من دماغك. كمل يا كابتن. الزمالك هيغيب عنه فريق كامل في لقاء القمة. الترويج بقى لحدوتة تانية تهمدك انت وتسهل لك المباراة. وبعدين لما تسمع الاسماء اللي غايبة مفهومش حد من اللي كان بيلعب الا عمر جابر، والباقيين عدد لك الناشئين وعدد لك 2 حراس وكأنه هيلعبوا كان ب3 حراس، وذاكر لك ناس انت ما سمعتش عنها في الملعب بقالك فترة طويلة، لمجرد انه يعمل عنوان 12 لاعب يغيبوا عن الزمالك في مباراة القمة، فيتسرب لك اولا نوع من التهميد للاهلي، وثانيا ان لو الزمالك خسر يبقى عندنا فريق كامل غايب. ده كلام مش صحيح. مباراة الاهلي والزمالك حتى وان كانت التأثير الحقيقي ليها على مسار البطولة للأسف ما هوش في صالح الاهلي، لكن في النهاية هتبقى مباراة جماهيرية، جمهورها هيروح بالكامل. الزمالك رايح يحتفل بفرقته، وسمعت ان هم عايز يعسكر مبكرا، يعني يعسكر من النهارده الاربع عشان يستعد بشكل كويس. واعتقد مفيش ظروف تحمس لعيبه النادي الاهلي وتخلق لهم دوافع اكتر من الحاله اللي هم فيها. زعلتوا ناس، رفعتوا ضغط ناس، جبتوا للناس الجلطه، كفايه لغايه كده، لان الامور لازم تتلم. تقول لي ما هي البطوله ضاعت، اقول لك الاهلي طول عمره لو عنده نسبة 5% هيفضل يقاتل عليها في النهاية حتى يبقى شكله ما أثرش. وبعدين مباريات الأهلي والزمالك ليها حسابات خاصة، ليها مباراة جماهيرية لوحدها. كفاية اللي حصل. الزمالك رايح يحتفل بفرقته، وسمعت ان هم عايز يعسكر مبكرا، يعني يعسكر من النهارده الاربع عشان يستعد بشكل كويس. واعتقد مفيش ظروف تحمس لعيبه النادي الاهلي وتخلق لهم دوافع اكتر من الحاله اللي هم فيها. زعلتوا ناس، رفعتوا ضغط ناس، جبتوا للناس الجلطه، كفايه لغايه كده، لان الامور لازم تتلم. تقول لي ما هي البطوله ضاعت، اقول لك الاهلي طول عمره لو عنده نسبه 5% هيفضل يقاتل عليها في النهايه حتى يبقى شكله ما اثرش. وبعدين مباريات الاهلي والزمالك ليها حسابات خاصه، ليها مباراه جماهيريه لوحدها. كفايه اللي حصل. شكرا لحضراتكم.